الصورة كريم صبري، يظهر في الصورة الحكم الدولي كريم صبري. أن يكون اليوم بمعيته حمزة النصيري وعبد الصمد برتون وأيضا اللوديني يونس، الطاقم التحكيمي الذي سيشرف على هذه المباراة. مدينة الدار البيضاء اليوم واستقبال لهذا الحدث، واحدة من المباريات التي تشد انتباه كل الجماهير المغربية وأيضا الودادية. الجمهور الرياضي ككل سيتابع، سيواكب هذه الطموح وهذا المشوار. اليوم في التشكيل كما يحاول سداد ضائعة، رجعت مرة أخرى لصالح فريق الوداد ومخالفة. لاحظوا هنا تعامل مع هذه فادي اللي عنده 25 سنه، لاعب الكره في الخط الامامي، محاوله الانسلال وفي اخر المطاف الى خارج خط جانبي الملعب. محاوله ديال تمرير في العمق داخل منطقه الجزاء، تسديده فوق المرمى، مرمى ديال مهدي بن عبيد. اول تسديده لفريق اشبيليه في مقابل صافي. رامي الحكم كريم صبري يقول بأن هناك مخالفة، إذا خطأ ولا لإشبيلية داخل منطقة الجزاء، ومباشرة صوب الحارس مهدي بن عبيد يتمكن من الكرة ديالو. هذه عملية هجومية جات من البلجيكي من جولي لوكي باكيو، وأيضا المشاركة الدوري الاوروبي وغيرها من المحطات العالميه اللي كتخلي انه واحد من انجح واحد ايضا من الفرق الاسبانيه المحترمه. وسمراوي الكره داخل منطقه الجزاء، محاوله فرصه اشبيليه، الوقت اللي كان بامكانه انه يسدد فالمفيجات فرصه مواتيه، ففضل انه يمرر داخل منطقه الجزاء. الجهه اليسرى اوبينغ، الانسلال، محاوله الاختراق وخروج الحارس. خطا واضح، خطا واضح، لانه اوبينغ حاول انه يمشي الكره. كره مطوله الامام، كانت تمريره لعبها لاعب بارسا ميكيما سديد، تنفذ داخل منطقه الجزاء. اوبينغ يحصل الكره، فرصه تسديده، لعبها بشكل فني، حاول انه يوقف الكره ديالو داخل منطقه الجزاء ويسدد. كان قريب اوبينغ باش انه يستثمر هذه التمريره جات منطقه الجزاء، ولكن تقيه ديال الدفاع تحول دون استثمار هذه الجانب الزمالي. كره بالركنيه للوداد الذي يضغط وداد بن عبيد، تقدير جيد سليم يبعد الكره. الحكم يقول هناك مخالفه. كانت ابرز عمليه هجوميه لفريق اشبيليه داخل منطقه الجزاء. دخول داخل منطقه الجزاء صعيباني، محاوله صعيبه ومباشره تغطيه دفاعيه. هذا جودي، هذا اللاعب البلجيكي، اللاعب ميكي، خطوره مطلوب الان من الدفاع، ولكن كتخرج كره مره اخرى نحو ركنيه. عوده ديال الريحي جانبه فهد مفيد. لاحظوا الطريقه ديال صعيبه، كره ممتازه من الدفاع، ينقذ الموقف جمال حركاس ابعد خطر. كره كانت صعبه على معترك فريق الوداد، ما تمكنش مهدي بن عبيد باش انه يحصر الكره ديالو. ايوب بوشا زادت كره امامه، بعد ذلك كيلبسها مبارك، حاول انه يلعب الكره ديالو ولكن كان هناك تدخل. مبارك يحصل على مخالفه، يخترق يدخل داخل منطقه الجزاء، تمريره خطيره ولكن في اخر المطاف الدفاع يبعد الخطر خارج الخط جانبي الملعب. مرة اخرى عند المهدي، محاوله ديال اخذ الكره، خطا على مستوى التغطيه مهدي بن عبيد. والهدف الاول شفنا الطريقه اللي جات من خلال الكره الماضيه، سقوط ديال مهدي بن عبيد. لاحظنا حتى الانسلال بهذا الشكل مهدي بن عبيد، اذا السقوط ديالو على رقعه الملعب فريق اشبيليه لتسجيل الاهداف. تكون حاضره في المدرجات. كره من نورتين، يحصل على مخالفه، كره للوداد، عمليه الانسلال العالم للانديه. ونشوفوا ايضا النهضه البركانيه متوج بكاس الكونفدراليه الافريقيه في انتظار اسماء بين فريق الوداد. راهي مرفوعه
خطأ من الحكم المساعد والرايحي. حباب براء. شوفوا هنا اللقطة، ترفع كرة ديالو تمرير عرضية ولكن تأتي الدفاع مرة أخرى. الوداد يضغط. كاين خطأ من الوداد. تدخل ديال إسحاق، تدخل كان واضح ديال شوف السوق هي ديال التسلل، الشيء اللي خلى انه ترك الكره. كاين خطا، كاين تدخل ديال اللاعب البديل، اللاعب خوسي اخيل. وهنا مخالفه يقول الحكم، مخالفه يقول الحكم. كانت تمريره ديال ايوب بوشرا ولعبها مع لورش، كريستوفر لورش اخذ ورد. بوشرا يحصل على مخالفه، يقترب من منطقة الجزاء شيئا فشيئا ويحاول يتمكن من الكرة السديدة صوب الركنية عملية هجومية. كريستوفر